تعرفي يا مامي الإحساس ده لما تدخلي البيت وتلاقي كل طفل في البيت قاعد في ركن لوحده بس كلهم أونلاين؟ السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تابعوا الفيديو ده للآخر. تبص تلاقي الولد قاعد على الفون، والبنت قاعدة على التابلت، والأب عمال يقلب في الفيس، والأم شغالة تسكرول في فيديوهات الطبخ. بس المشكلة لما تبص حواليك مفيش نظرة، مفيش ضحكة، مفيش حتى أي حوار مشترك بين كل اللي في البيت. تحس كده إن كلنا ساكنين مع بعض في نفس البيت، ولكن كل واحد عايش في مكان مستقل، كأنه عايش كده في جزيرة رقمية مستقلة بعيدا عن الناس اللي حواليه. في الفيديو ده هنتكلم عن مبادرة جديدة اسمها يوم من غير شاشات. من الآخر يا مامي، أنا مش ضد التكنولوجيا خالص، ولكن في فرق بين حاجتين، بين إننا نستخدمها وبين إننا نعيش جواها. فاللي بيحصل دلوقتي إن الشاشات بقت جزء لا يتجزأ من كل حاجة في حياتنا حرفيا، ولكن المشكلة الكبيرة إن إحنا دلوقتي بقينا من أول ما بنصحى من النوم لغاية ما بننام بالليل طول اليوم قاعدين على الشاشات. وهنا بنقول ان في مشكلة كبيرة ولازم نحلها. تعرفوا ان في دراسة في جامعة هارفارد بتقول ان الاطفال اللي بيقضوا يوميا اكتر من ساعتين على الشاشات بيقل عندهم التركيز بشكل كبير، وكمان انتباههم بيبقى ضايع حرفيا. وفي دراسة كندية تانية بتقول ان كل ساعة زيادة الطفل بيقعد عليها قدام الشاشات يوميا، بالذات لو سنه اصغر من 10 سنين، بتزود من احتمالية مشاكل النوم بالنسبة توصل ل 60%. يعني الحاجة اللي حضرتك فاكرة انك بتسليه بيها، انت حضرتك بتضريه وبتضري مخه وبتأثري على تركيزه وانتباهه. وصدقيني يا مامي، اكيد حضرتك مش عايزة تسلبي طفلك قدراته واللي المفروض بتكون في اعلى مستوياتها والطفل ده صغير. خليني اقول لك حاجة مهمة يا مامي، الطفل عمره ما هيختار انه يبعد عن الشاشات بإرادته، ولكن هو محتاج حاجة واحدة بس، محتاج يشوف حضرتك ويشوف الاب في البيت قادرين تعيشوا حياتكم اصلا من غير الشاشات. الطفل عايز يشوف الاب والام عايشين حياة طبيعية في البيت، حياة فيها تفاعل كده ما بين الاب والام، عايز يشوفكم بتلعبوا مع بعض، عايز يشوفكم بتطبخوا مع بعض، عايز يشوف حياة بعيدة عن الشاشات. وساعتها طفلك هيسأل نفسه سؤال واحد بس، هو انا اقدر اعيش الحياة دي زيهم؟ ومن هنا طلعت فكرة يوم من غير شاشات، عبارة عن يوم بسيط بنبعد فيه عن كل الشاشات الموجودة في البيت، بنقعد مع بعض كده ونسمع بعض ونتكلم مع بعض ونضحك مع بعض ونلعب كمان مع بعض من غير ما نعمل سكرول للبعض. اول خطوة التحضير. ما ينفعش ابدا باي شكل من الاشكال ان احنا نصحى في يوم مرة واحدة ونقول لاطفالنا يلا هنعمل يوم من غير شاشات. لازم نجهزهم قبلها بيومين، نشرح لهم احنا هنعمل ايه وهنلعب ازاي مع بعض عشان يبقوا مستعدين نفسيا. بكل بساطة هنجرب نعيش مع بعض يوم من غير تكنولوجيا، وفي نفس الوقت نشوف هنقدر نعمل ايه ممتع في اليوم ده. تاني خطوة نختار اليوم الصح. عايزكم كده تختاروا يوم اجازة زي يوم الجمعة، كلنا اجازة فيه وقاعدين في البيت، وعايزكم تلموا كل الاجهزة الموجودة في البيت وهنحطها في مكان واحد ونقفل عليها. وهنا هنتفق مع بعض اتفاق مهم، ان كل واحد من الصغير للكبير هيلتزم بالكلام ده، ومش هنطلع الاجهزة دي لاخر اليوم. فالقدوة هنا اهم من الاوامر. تالت خطوة جهزوا انشطة بديلة. بكل بساطة خلي اليوم ده مليان حياة يا مامي. اصحوا الصبح ابدأوا اعملوا الفطار مع بعض، خلوه فطار جماعي كده من غير شاشات. بعد ما تخلصوا الفطار ابدأوا انزلوا الشارع، اتمشوا حتى لو في مكان مفتوح، مش لازم تروحوا مكان غالي. ابدأوا العبوا مع بعض العاب زي بتاعت زمان، بنك الحظ، الدومينو، كوتشينة، اي حاجة من العاب زمان اللي ما فيهاش تكنولوجيا ولا شاشات. طب سيبكم من كل ده، عايزكم تحكوا لاطفالكم قصص لحياتكم انتوا. على فكرة الاطفال يعني مهتمين جدا بانهم يسمعوا قصص ابائهم، وازاي الاباء دول كانوا عايشين زمان لما كانوا صغيرين زيهم. طفلك ده ممكن يقعد قدامك ساعة وساعتين يسمعك لو بس حس انك هتتكلم عن حياتك زمان. جربوا كده ومش هتندموا. طب دي مش عاجباكم؟ في غيرها، احكوا لاطفالكم قصص كل يوم قبل النوم. على فكرة الاطفال بيحبوا جدا القصص قبل النوم وبيتعلقوا جدا بيها. فمن الاخر يا مامي، عايز اليوم ده يكون حضور حقيقي في الواقع، مش قاعدة على المواقع. وعايزكم تعرفوا حاجة مهمة جدا، ان الاطفال في بداية التجربة دي اكيد
هيزهقوا وهتلاقيهم ملين وعايزين يرجعوا للشاشات، ولكن مع تكرار التجربة ومع الوقت هتلاقوا الأطفال دي بدأوا إن هم يبتكروا، هتلاقيهم بدأوا يخترعوا ألعاب يلعبوها مع بعض، هتلاقيهم بدأوا يمسكوا الورق والألوان ويرسموا حاجات إبداعية، هتلاقيهم حرفيا طلعوا مهارات انتوا ما كنتوش تعرفوا عنها حاجة. صدقيني يا مامي، انت لما تشيلي الشاشات وتركنيها على جنب وتخلي أطفالك يعيشوا الكلام اللي أنا قلته ده، انت كده بتطلعي كل الإبداع المدفون جواهم، واللي المفروض بالمناسبة يكون في أعلى مستوياته في السن الصغير ده. وده ببساطة الهدف من اليوم ده، إن احنا نرجع الخيال اللي التكنولوجيا أخدته. طب وبعدين، هل هو يوم واحد؟ أنا عايزك بس في الأول تبدأي باليوم ده وتخليه مرة شهرية، وبعد كده عايزين اليوم ده يكون عادة أسبوعية عندنا، في يوم ثابت كل أسبوع بنعمل فيه اليوم ده. والله هتشوفي فرق واضح ما كنتيش تتخيليه مع الوقت. هتلاحظي مع الوقت إن البيت بقى أهدى، والأطفال بقت تنام أحسن، والأطفال نفسيا كده أحسن، بيلعبوا مع بعض من غير مشاكل ومن غير صوت عالي في البيت. أما عن الأيام العادية البعيدة عن يوم من غير شاشات، فأنا عايزك برضو تنظمي قعدتهم على الشاشات. يعني ببساطة تحددي لأطفالك دول وقت محدد يوميا، ما يعدوش الوقت ده، والأفضل إن الوقت اللي هما بيقعدوه على الشاشة يكون تحت إشراف حضرتك، تكوني عارفة إيه المحتوى اللي بيحضروه، ما يسمعوش كده حاجة وخلاص. وبالإضافة للوقت المحدد، فأنا عايزك برضو زودي أنشطة في الأيام العادية، وابدأي كافئي أطفالك على الأنشطة اللي هما بيعملوها بعيدا عن الشاشات. ده مش كده وبس، ده انا عايزك كل فترة كمان تنظموا كده يوم مع بعض تطلعوا فيه المكان بره، بس برضو من غير شاشات. كل ده والله هيفرق جدا في نفسية اطفالك وفي تركيزهم وفي نومهم وفي كل الكلام ده. وكمان خلينا اضيف لك نقطة مهمة، عايزك تسمعي لاطفالك كويس جدا. اي نعم هيحكوا لك حاجات سخيفة، بس ده من وجهة نظرك، من وجهة نظرهم الكلام اللي هم بيحكوه ده بيمثل حياتهم. هو ببساطة بيحكي لك تفاصيل حياته الكاملة اللي عايزك تسمعيها. صدقيني كل ما هتسمعي لطفلك كل ما ثقته في نفسه هتزيد، وكل ما هيتشجع ان هو يجي يحكي لك اكتر واكتر، وكل ما هيبقى نفسه يجرب حاجات جديدة بره عشان يجي يحكي لكم عنها، ان هو عارفكم مستنيين تسمعوا الكلام اللي هو بيقوله. وخلينا اضيف لك كمان نقطة مهمة جدا، كتير من الاطفال اللي بقوا مدمنين شاشات حوالينا هم بقوا كده عشان للاسف ما لقيوش حد يسمع لهم في البيت. الطفل مش لاقي حد يقعد يحكي معاه وياخد ويدي معاه، فكان بكل بساطة بيعوض النقص ده في الالعاب والعالم الافتراضي اللي عايش فيه على الموبايل. فيا ست الكل، الله يرضي عليكي اسمعي لعيالك، مش لازم اليوم كله نقضيه في المطبخ او في الشغل او قدام التلفزيون، ما ينفعش، لازم نخصص وقت من يومنا كده نقعد ناخد وندي مع اطفالنا. اسمعوا لاطفالكم باستمرار، لان ده بكل بساطة هيخليهم يجوا يحكوا لكم كل حاجة عن حياتهم، فبالتالي هتكونوا مطمنين عليهم بزيادة. يوم من غير شاشات هو مبادرة حقيقية، لو عرفنا نطبقها صح هنشوف تغيير جذري في حياتنا وحياة أولادنا. وفي النهاية يوم من غير شاشات مش بس عن التكنولوجيا، ده كمان عن استعادة الوقت، وعن استعادة التركيز اللي ضاع، وكمان عن استعادة الحب اللي ضاع بين الإشعارات بتاعة الموبايل. ومن الآخر يا مامي، ما تنسيش تبقي تشيري الفيديو ده مع أبو العيال ومع أصحابك الماميز التانيين، عايزين المبادرة دي تنتشر بشكل كبير. وكمان ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. من الآخر يا مامي، سلام.